لو في حد بيتجاهلك وبيحرق في دمك في الفيديو ده هقولك على حركة سحرية واحدة هتعملها في رسائل الواتساب وتكتيك نفسي خبيث هيخليه يندم على اليوم اللي فكر يتجاهلك فيه ويلف حوالين نفسه ويتمنى بس انك ترد عليه. وقبل ما اقولك ازاي تقلب الطاولة اخبط لايك سريع واشترك في القناة عشان محتوانا الجاي هيغير طريقة تفكيرك وتعاملك مع الناس. يلا بينا. خلينا نبدأ من الصفر ونسأل نفسنا سؤال بديهي جدا بس احنا غالبا بننساه في زحمة المشاعر ولخبطة الدماغ. هو احنا اصلا بندخل في علاقات ليه؟ سواء بقى صداقة، ارتباط، زمالة أو حتى معرفة سطحية. الإجابة ببساطة عشان نكون مبسوطين، عشان العلاقة دي تضيف لنا حاجة حلوة، ترفعنا، تطبطب علينا في الأيام الصعبة وتخلينا ناس أحسن. لو العلاقة اللي أنت فيها دي قلبة معاك بغم وبتسحب من رصيدك النفسي وبتخليك طول الوقت حاسس إنك قليل أو بتجري ورا سراب، يبقى العلاقة دي فقدت معناها تماما. إحنا للأسف بنقع في فخ نفسي اسمه الخسارة المتراكمة. بنقول لنفسنا أنا استثمرت وقت ومشاعر كتير في الشخص ده، مش هينفع أمشي دلوقتي، أكيد هيتغير. الموضوع ده عامل بالظبط زي اللي بيشتري جزمة ضيقة وغالية جدا وكل ما يلبسها تعوره وتجيب دمه، بس بيكابر ويلبسها عشان دافع فيها فلوس كتير. انت مش مجبور تفضل ماسك في حبل بيعور ايدك وتنزف عشانه، لازم تبرمج عقلك ان الهدف مش انك تفضل مع الشخص ده وخلاص لمجرد التعود او الخوف من الوحدة. الهدف انك تكون مرتاح ومتقدر. لو وجوده بيجيب لك تعاسة وقلق وتفكير مفرط بالليل، يبقى غيابه مكسب كبير جدا. ده حتى بيسموه مكسب بتنظيف الدايرة. دي أول قاعدة وأهم قاعدة لازم تحفرها في دماغك عشان تعرف تلعب صح في الخطوات اللي جاية ومن غير ما تحس بتأنيب ضمير أو إنك بتعمل حاجة غلط. أنت بتحمي مساحتك الشخصية وبس. ندخل بقى على الجد. إزاي تتصرف لما تتقابلوا في أي مكان، الشغل، الجامعة، النادي، أو حتى صدفة في الشارع أو في خروجة مجمعة؟ من أصعب الحاجات لما حد يتجاهلك قاصد إنك تحاول تبين إنك مش مهتم فتقوم مزودها قوي وتبان إنك بتمثل ومفتعل. تلاقيك بتضحك بصوت عالي بزيادة مع اللي واقفين جنبك أو بتعمل حركات اوفر وبتبص بطرف عينك عشان تشوفه واخد باله منك ولا لا. صدقني هو بيبقى شايف التصنع ده وبيضحك في سره وبيبقى في قمة نشوته عشان بيقول انا لسه مقصر فيه ومخليه مش على بعضه، انا كده مسيطر. الحل هنا ايه؟ الحل انك تتحول لتلاجة بشرية. الثبات الانفعالي واللامبالاة هم سلاحك الفتاك. في فرق كبير بين انك تتجاهل حد وانك ما تهتمش بوجوده. التجاهل معناه انك واخد بالك منه بس بتعاقبه، انما اللامبالاة معناها انه نزل من نظرك لدرجة انه ما بقاش متشاف اصلا. اتصرف طبيعي جدا كأن الشخص ده شفاف، كأنه لوح ازاز انت شايف اللي وراه بس مش شايفه هو اصلا. عدي من جنبه عادي، كمل كلامك مع الناس بهدوء، ولو عينك جت في عينه بالصدفة خلي نظرتك فاضية تماما، نظرة ميتة ما فيهاش اي تعبير، لا غضب ولا عتاب ولا حتى استغراب. وبعدين اسحب عينك ببطء وبدون اي توتر. هو متوقع انك تتلخبط، ترتبك، وشك يحمر او حتى تروح تعاتبه وتتخانق معاه، ما تدلوش الشرف ده. طول ما انت هادي وطبيعي ومش بتعمل اي مجهود عشان تتجاهله، الطاقة الباردة دي هتتنقله وهتجننه. الايجو بتاعه هيتضرب في مقتل وهيقول لنفسه وهو بياكل في روحه هو انا للدرجة دي مش فارق؟ هو انا بقيت هوا؟ هو ازاي قدر يتجاوزني بالسرعة والبرود ده؟ طب لو هو من النوع اللي بيختفي بمزاجه ويظهر بمزاجه، يعني يغيب اسبوعين 3 مفيش حس ولا خبر وبعدين يبعت لك رسالة ولا كأن في حاجة حصلت، ياخد اللي هو عايزه، يطلب طلب او يطمن انك لسه موجود على الرف ومستنيه وبعدين يختفي تاني. ده اسمه نمط سام جدا، بيسموه في علم النفس التعزيز المتقطع، وده بيلعب بيك لعبة الاستغماية أو زي ما كنت القمار، بيديك فتفوتة اهتمام عشان تفضل مربوط ومستني الفرحة الكبيرة اللي مش هتيجي. هنا بقى هنستخدم قانون المضاعفة. اللعبة دي محتاجة صبر وتكتيك. بيغيب أسبوعين، غيب انت شهر. بيتأخر في الرد عليك يومين بحجة انه مشغول، رد عليه بعد اسبوع او 10 ايام. انت هنا مش بتنتقم ولا بتعمل تصرفات شريرة، انت بتعلمه بالادب ازاي يحترم وقتك ومساحتك وقيمتك. بتوصله رسالة صامتة بس صوتها عالي جدا ومزلزل، بتقول انا مش قاعد مستنيك، انا وقتي وحياتي اغلى بكتير من ان ضيعهم في لعب العيال ده، وانت ما بقتش اولوية في يومي. العب معاه نفس اللعبة بس باحترافية وببرود أعصاب قاتل. خليه هو اللي يستنى وهو اللي يترقب وهو اللي يفتح الموبايل كل شوية يشوفك أونلاين ولا لأ. ولما يزهق ويشتكي إنك ما بتردش أو بيحاول يقلب عليك الترابيزة ويعيش دور الضحية، قول له بمنتهى البراءة والبرود معلش والله كنت مشغول جدا الفترة اللي فاتت، الدنيا تلاهي ومسكتش الموبايل كتير. الرد البارد المختصر ده بيحسسه بمدى تفاهته وإن غيابه أو حضوره ما بقاش يمثل أي حدث مهم في يومك. نيجي بقى لأخطر نقطة، الرسايل والسين والصحين الزرق. ساحة المعركة الحقيقية في الزمن ده لما الباشا أو الهانم يقرروا يتنازلوا من برجهم العالي ويبعتوا رسالة بعد فترة تجاهل طويلة.
أغلب الناس اللي دمهم محروق وعاطفيين بيقعوا في واحد من 3 فخاخ، كلهم أسوأ من بعض. الفخ الأول إنك ترد بسرعة صاروخية، ده بيخليه يحس إنك كنت قاعد جنب الراوتر مستني رسالته بفارغ الصبر، وكده هو كسب الجولة ورجع سيطر عليك، وبيثبت لنفسه إنه يقدر يجيبك وقت ما يحب. الفخ التاني إنك تشوف الرسالة من بره في شريط الإشعارات وما تفتحهاش عشان تبان تقيل ومش مهتم. المشكلة هنا إنك أنت اللي هتفضل تاكل في نفسك، كل شوية تفتح الموبايل وتبص على رسالة واحدة غير مقروءة، دمك يغلي وتفكر يا ترى كاتب إيه؟ يا ترى بيعتذر ولا بيستفزني؟ عقلك هيشتغل ومش هترتاح. الفخ التالت البلوك المباشر السريع. البلوك في اللحظة دي بالذات معناه انت استفزتني ونجحت تعصبني وانا مش قادر اواجهك ولا اتحكم في اعصابي، فعملت لك بلوك عشان اهرب. كده هو هيحس بانتصار ساحق، النتيجة 1-0 ليه. طب ايه الحل السحري اللي يقلب الموازين ويخليه يضرب اخماس في اسداس؟ افتح الرسالة يا سيدي، خلي الصحين الزرق ينوروا وخليه يشوف كلمة سين او مقروء وما تردش. والله زي ما بقولك كده، اقرا الرسالة، استوعب المكتوب، اقفل الموبايل وروح اعمل لك كوباية شاي ولا قهوة، اتفرج على فيلم وعيش حياتك ولا كأن في أي حاجة حصلت. الحركة دي بتدمر الإيجو وبتنسف الغرور بتاع الشخص المتجاهل تماما. السين هنا عاملة زي رصاصة الرحمة على كبريائه، انت كده بتقوله بلسان حالك أنا شفت كلامك وقريته حرف حرف، وبكل وعي وإرادة قررت إنه كلام تافه وما يستاهلش أضيع تانية واحدة من وقتي أو مجهودي عشان أرد عليه. انت ما بقتش مهم لدرجة إني حتى أكتب لك حرفين. دي حرفيا أكتر حركة ممكن تحرق دمه وتخليه يلف حوالين نفسه. هينام ويقوم يفتكر الصحين الزرق ويسأل نفسه 100 مرة، هو شافها ومردش ليه؟ هو بيكلم حد تاني؟ هو كرهني؟ بس خلي بالك، كل اللي فات ده تكتيكات، ردود أفعال ولعب على وتر النفسية. لكن لو عايز تكسب الحرب دي بجد وما ترجعش تضعف تاني بمجرد ما يرميلك كلمة حلوة، لازم تشتغل على نفسك من جوه. لازم الأساس يكون قوي، ما تخليش حياتك كلها واقفة ومتمحورة حوالين شخص واحد مهما كان مين. لو حياتك عبارة عن ترابيزة برجل واحدة، لو الرجل دي اتكسرت أو الشخص ده مشي، انت هتقع وتتدشمل وهتنهار نفسيا. لكن لو حياتك مليانة تفاصيل وعواميد كتير بتسندك، شغل بتنجح فيه، دراسة بتطور فيها، صحاب حقيقيين، هوايات بتطلع فيها طاقتك، رياضة بتعدل مزاجك، قراءة، خروجات، سفر، ساعتها لو شخص قرر يخرج من حياتك، الترابيزة هتفضل ثابتة، انت بس فقدت جزء صغير مش مؤثر، حياتك هتكمل عادي جدا. انزل الجيم وطلع غضبك في الحديد، اتعرف على ناس جديدة، روح أماكن عمرك ما رحتها، جرب أكلات جديدة، البس لبس جديد وغير ستايلك. املأ يومك بحاجات بتسعدك وبناس إيجابية بيقدروك وبيحبوك بجد من غير شروط ولا ألعيب. ريحة النجاح والروقان والاهتمام بالنفس بتجذب الناس الإيجابية وبتستفز جدا الناس السامة اللي خسروك. لما دايرتك توسع وتشوف ناس بتعاملك باحترام وتقدير وتكتشف ان الدنيا مليانة ناس أسوياء نفسيا، هتلاقي نفسك تلقائيا بتقرف من تصرفات الشخص المتجاهل ده وهتستصغر ألعيبه جدا، ومش هتبقى حتى مهتم ترد عليه ولا تلعبه، لأنه ببساطة هيكون نزل من مستواك الفكري والنفسي. هتكتشف ساعتها إن الحياة أكبر وأحلى بكتير من إنك تضيع طاقتك مع حد بيستخسر فيك الاهتمام وبيعاملك بالقطارة. أخيرا بقى، الضربة القاضية، ودي خطوة متقدمة محتاجة شوية جرأة، شياكة وثقة بالنفس عالية جدا. بعد ما تكون بنيت نفسك وتجاوزت المرحلة الصعبة دي وبقيت فعلا مش مهتم بيه، ايه رأيك توسع دايرتك أكتر وتعمل صداقات مع ناس من دايرته هو، أصحابه، معارفه، أو زمايله المشتركين؟ تخيل معايا كده المشهد السينمائي ده، هو بيحاول يتجاهلك ويهمشك عشان يحس إنه أقوى منك وإنه المتحكم فيك. فجأة يلاقي الناس اللي تبعه والمقربين منه بيتكلموا عنك بالخير، بيلاقيهم بيعزموك على خروجات وعاملين ليك قيمة ومكانة وبيحترموك جدا. انت كده بتخترق الحصن بتاعه بشياكة وبدون اي احتكاك مباشر معاه. ده بيوصله رسالة مرعبة ومستفزة جدا لغروره، انا مش محتاجك عشان اكون موجود وناجح ومحبوب، انا بقدر ابني علاقات قوية واثبت وجودي مع اي حد، حتى الناس اللي محسوبين عليك، انا شخصيتي جذابة وافرض احترامي في اي مكان. الحركة دي بتضرب له النرجسية بتاعته في مقتل وبتثبت له انك كيان مستقل وناجح، مش مجرد تابع ليه بيتحكم فيه بمزاجه. بس اوعى،
اوعى تعمل كده بنية الوقيعة والمشاكل أو إنك تروح تتكلم عليه وحش مع أصحابه. إحنا مش بنعمل دراما رخيصة ولا بنشوه صورة حد. اعملها بنية إنك بتوسع علاقاتك عادي جدا. اتصرف بشياكة ورقي، ولما يجي سيرته اتكلم عنه عادي أو بلا مبالاة تامة، وهو بالنسبة لك هيبقى مجرد حد عابر في وسط الدايرة الكبيرة والناجحة اللي انت عملتها لنفسك. في النهاية عايزك تعرف وتتأكد إن التجاهل ده مش إهانة ليك أنت خالص، ولا معناه إنك فيك عيب أو مش كفاية. هو دليل قاطع على نقص ومشاكل في الشخص اللي قدامك، دليل على إنه مش عارف يواجه ولا عارف يتعامل بنضج، وبيلجأ لألعاب رخيصة عشان يحس بقيمته على حساب أعصابك أنت. ما تسمحش لأي بني آدم خلقه ربنا إنه يستغل مشاعرك أو يبتزك عاطفيا أو يخليك تشك في نفسك. انت اللي بتحدد قيمتك، وانت اللي بترسم الحدود اللي الناس بتعاملك بيها، واللي بيسمح للناس تدوس عليه بيدوسوا عليه. الباب اللي يجيلك منه التجاهل ووجع الدماغ وقلة التقدير سد واقفل وراه بمفتاح، وابني مكانه حيطة من الثقة بالنفس والبرود والنجاح. انزل دلوقتي في التعليقات واكتب لي أنا بستحق الأفضل، عشان أنت فعلا وبدون أي ذرة مبالغة تستحق أحسن من كده بكتير. ولو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك ونور لمبة في دماغك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية اللي هتخليك دايما كسبان في أي علاقة. واعمل شير الفيديو ده مع أي حد من صحابك حاسس إنه مضغوط ومحتاج يسمع الكلام ده دلوقتي. أشوفكم على خير.